اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن تعليم النفس، فن الهدوء والامان. انا عارفه ان اغلبيتنا ممكن ما يبقاش مدرك ان الهدوء جاي مع الامان، او الامان يندرج تحت بند الهدوء، بس اللي ما تعرفوش ان الاتنين لهم علاقه رهيبه ببعض. الانسان طول ما هو هادي مطمئن ونفسه فيها نوع من انواع الامان، حياته فيها امان. اول حاجه احنا عاوزين نتخلص من العصبية. التخلص من العصبية بكذا شرط كده خفيف. اول حاجة ان احنا نتعلم الانضباط والسيطرة على بعض الانفعالات في مواقف معينة من حياتنا. هو مش مواقف، اكيد ممكن تبقى كل المواقف، ممكن يندرج تحته موقف في الشغل، موقف في البيت، موقف في اي مكان، مش فارقة. المهم ان احنا نقدر نعلم النفس ازاي تنضبط وقت الموقف فعلا اللي مضايقني. تاني نقطة الاستسلام النفسي. انا عارفة ان ممكن النقطة دي تبقى محيرة شوية. يعني ايه الاستسلام اصلا؟ الاستسلام هو ان انا اسلم امر ربنا وقت كل موقف او شخص شايفاه بيعصبني او بيضايقني او بيخليني انفعل نفسيا. فبالتالي الاستسلام النفسي هيجي معاه ما انا خلاص انا اديت للنفس نوع من انواع الاشارات ان خلاص انا الشخص ده بيضايقني او الموقف ده بيضايقني، فبالتالي بناء عليه هتجنب الشخص لو امكن ان انا اتجنبه فعلا. علشان بس نبقى حاطين حدود نفسية لسلامنا النفسي، يبقى لازم نتجنب الاشخاص اللي بيضايقونا او بيخرجونا من دايرة الهدوء. وفي حاجة كمان عاوزة اقولها لكم، لو ما امكنش الشخص ده ان احنا نتجنبه ونبعد عنه، احنا في الشغل التيم وورك مثلا نحاول ان احنا نقلل الكلام معاه على قد ما نقدر، اللي هو التجنب بس بطريقة تانية. رقم 3 التسبيح. تسبيح لفن الهدوء والأمان معجزة ربانية ربنا ادهلنا على طبق من ذهب، بس للأسف احنا كلنا مش مدركين للتسبيح. طبعا هو ربنا حط شروط معينة للتسبيح، زي مثلا قبل طلوع الشمس، قبل الغروب، بس احنا ممكن نعمله في اي وقت، يعني مش نستنى الاوقات دي. اللي مش هيقدر يستنى الاوقات طبعا هو بيبقى فيه طاقة نورانية رهيبة في الوقت ده، بس اللي مش هيقدر يعمل كده ياريت يعمل باي طريقة تانية، يعني اعمله طول اليوم زي ما انتوا عاوزين. بس التسبيح يبقى في اليوم مثلا 50 مرة 100 مرة، لان ده للاستقرار النفسي وللأمان مهم جدا. كأني بأشرك ربنا في كل ما هو حصل في حياتي، بقوله تعالى شوف اللخبطة اللي في حياتي هي عاملة ازاي، وبسلم الأمر طبعا لي. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. إضاقة الصدر دي تحمل معنى الخوف، العصبية، عدم الأمان، التوتر، القلق. فالإجابة تيجي بعدها على طول، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. البوينت رقم 2 ناخد الماضي للتعلم، بلاش ناخد الماضي للقسوة والحصر على نفس، بلاش ناخده عدم عيش الحاضر، بلاش ناخده للسيطرة على الحاضر بقسوة وبمنتهى العيش في الماضي. يعني انا واخده الحاضر بتاعي وعماله افكر في الماضي، ده ما اسموش كلام، ده ما اسموش قوة الحاضر اصلا. انا دلوقتي بمارس قوة الحاضر، اللي هو انت بتمارس قوة الحاضر، انت بتمارسي قوة الحاضر. قوة الحاضر اللي هي التركيز فيه، الدخول في كل ديتيلز وتفصيلة في اليوم وفي الشغل وفي البيت، ان احنا نعيشها فعلا بأدق وأبسط التفاصيل، طبعا اللي احنا رسمينها. طب نعمل ايه بقى لو الماضي بتاعنا فيه خوف؟ طبعا هو الماضي لو خدناه للتجربة زي مثلا موقف وعدى، موقفين وعدوا، عادي جدا. بس لو الماضي فيه خوف نعمل ايه؟ نمشي تحت الآية دي، ولا تيأسوا من روح الله فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يندرج تحتها طمأنينة الحاضر، ويندرج تحتها الأمل، الانفتاح للحاضر، والحد من السيطرة على كل ما هو خوف، مش في الماضي، في الحاضر.
كل ما هو خوف في الحاضر، لان الماضي لما كان بقسوة الخوف اللي فيه ممكن يأثر على الحاضر. هو مش ممكن، هو اكشوالي هيأثر على الحاضر. بس نحاول على قد ما نقدر نسيطر على نفسنا شوية ونمشي تبع الآية عدم اليأس. نحاول على قد ما نقدر ما نيأسش. طبعا لو في يأس كتير، لو في اوفر ثينكينج كمان، لو في حاجات تانية كتير والماضي عامل لنا اضطراب وقلق وعرقلة في الحياة، يبقى لازم نروح نستشير اي حد للمساعدة، لايف كوتش مثلا. البوينت رقم 3 وتقريبا هي دي هتبقى اخر نقطة، تعلم بعض القوانين. طبعا في اغلبيتنا عارف بقوانين معينة، بس القوانين اللي حابة اركز فيها القوانين الكونية. طبعا هما 3 قوانين بس. اول حاجة قانون الجزاء. في قوانين كتير قوي في القرآن، تقدروا تعملوا سيرش عنها على جوجل مثلا، بس القوانين اللي انا حابه اعرفها لكم اللي هي ممكن فعلا تعمل نقله نوعيه في حياتكم، هو اول حاجه قانون الجزاء، وجزاء سيئه سيئه بمثلها. اي حاجه غلط هتعملها هتاخد جزائها، اي حاجه غلط هتعمليها هتاخدي جزائها. الجزاء عموما هيبقى من جنس العمل. كل دي قوانين كونيه يطبق احكامها على الاشخاص اللي عملوا عكس القانون. خدوا بالكم ان انا قلت ان القانون يندرج على الجنسين، مثلا السيئة والحسنة، يعني عملتوا خير هتاخدوا خير. ده يخليكم تحسوا بالامل كده والتفاؤل، ده يخليكم تحسوا ان انتوا عندكم طاقة ايجابية وان انتوا فعلا مستقبلين لكل ما هو خير ومتوقعين كل ما هو خير، وده في حد ذاته هدوء وامان واستقرار نفسي. قانون رقم 2 قانون الاستحقاق. قانون الاستحقاق ده لازم تبقوا عارفينه. هل انتوا اشخاص فعلا تستحقوا الافضل، تستحقوا الخير، تستحقوا كل ما هو ايجابي، ولا اشخاص تستحقوا كل ما هو سلبي؟ كل ما هو ايجابي يندرج تحته النور، كل ما هو سلبي يندرج تحته الظلمات. الاشخاص اللي بيتصدقوا، اللي بيصلوا، اللي عندهم ورد يومي في الاستغفار والتسبيح وقراءة القرآن، اشخاص يستحقوا الافضل. ولكن الاشخاص اللي بيبقوا عكس كده ممكن يكون استحقاقهم قليل شوية، فرجعوا استحقاقكم مع الله. تاني حاجة ممكن ترجعوا استحقاقكم مع البشر. التعاملات، انت بتتعامل مع البشر ازاي؟ انت بتتعاملي مع البشر ازاي؟ هل كلامك فيه لوم ليهم؟ هل كلامك فيه ذم؟ هل كلامك فيه مدح؟ هل كلامك فيه انتقاد؟ هل كلامك فيه اي نوع من انواع التعاملات؟ تقعدي مع نفسك وتشوفي فعلا هل تستحق منهم المعاملة اللي هم بيعملوها لك. طبعا لو انت معاملتك ايجابية فهتاخدي ايجابي، اما لو كانت معاملتك سلبية فتستحق السلبي. ثالث حاجة قانون المسؤولية. شخص في قانون المسؤولية لازم يكون قادر فعلا يصدر بعض القوانين على نفسه، طبعا يصدر بعض القوانين المسؤولة عن الانضباط في حياته، او حتى يصدر بعض القوانين لانضباط المجتمع. لو هو شخص مثلا بيعمل في تيم وورك وهو القائد مثلا، او حتى ممكن يبقى في تيم وورك ودور القيادة عنده عالي، فقادر ان هو يسيطر على المجموعة بسبب انه شخص مسؤول اكتر فاكتر. المسؤولية يندرج تحتها حاجات كتير قوي، يندرج تحتها بيت، شغل، وظيفة. الشخص المسؤول ما بيعتمدش على كلام الناس، بيعتمد على كلام نفسه، بيشير الاشخاص اللي حواليه وامرهم شورى بينهم. لحد هنا يبقى الفيديو خلص. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة. طبعا لو في اي نوع من انواع الاسئلة اللي حابيني اعمل لها فيديو مخصوص، ياريت تكتبوها، ده شيء يسعدني جدا. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.